بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أو مساء الخير فين ما كنتم في الكون. أحيانا في بعض الفيديوهات في بعض التعليقات بتيجي بتقول إن أنا متحيزة للستات، مع إنه والله أبدا. يعني أنا في فيديوهات كتير بيبقى بعترض على بعض التصرفات اللي كتير من الستات بيعملوها، ومع ذلك هو يمكن طبيعي إنه يتحس كده. ليه؟ لأنه هو مش تحيز، هو أنا بما إني ست فببساطة بحس بمشاكل الستات أكتر، بحس بمشاعرهم أكتر، بحس بردود فعلهم أكتر، بحس بتركيبتهم أكتر. وإحنا الحقيقة طبعا لما بندرس علوم التنمية البشرية، فالعلوم دي بتبقى على الرجالة وعلى الستات، مظبوط. أتذكر من ضمن الحاجات اللي كنا بندرسها لتعديل السلوك حاجة اسمها نمذجة. يعني إيه؟ يعني أنا علشان أحسن من سلوكي فأنا بختار نموذج مشرف، نموذج ناجح من وجهة نظري، إذا كان في البيزنس، إذا كان دينيا، إذا كان اجتماعيا، نموذج معين. قد يكون شخصية معروفة، قد يكون شخصية تاريخية، وابتدي أقرأ عنه كتير لغاية ما اقتنع إن أنا فعلا عايزة أبقى زي الحد ده، زي النموذج ده، أحتذي بيه، نموذج أحتذي بيه علشان أصلح من أسلوبي أنا الشخصي. لما كنا بنعمل ده كان بيبقى لازم، بما إن أنا ست فلازم أختار نموذج ست، الراجل يختار نموذج راجل. ليه؟ لأنه زي ما بقول لكم بيبقى هو أقرب لده. يعني أنا لو اخترت نموذج راجل مش هقدر أبقى زيه بالظبط، لأنه هو ممكن يتبع أساليب، ممكن يتحط في مواقف غير الأساليب اللي أنا ممكن أتبعها، ردود فعله ومشاعره ممكن تبقى مختلفة عني أنا كست. فهو ده كل ما في الموضوع، إن أنا مش متحيزة إطلاقا، ولكن إحساسي بالمرأة، إحساسي بمشاكلها، إحساسي بمشاعرها وردود فعلها طبعا طبيعي إنها تبقى أكتر. ومع ذلك كل اللي بقوله تقريبا بيبقى ينفع للست وينفع للراجل. وصدقوني في الآخر إحنا بشر، صحيح تركيبتنا مختلفة، ولو قدرنا نفهم تركيبة الطرف التاني، ولو قدرنا نحس تركيبة الطرف التاني ونحس مشاعر بعض، أكيد ده هيحسن حياتنا جدا وهيخلي حياتنا سكر. معاكم سكرة التنمية البشرية هلا سكر. ما تنسوش سبسكرايب ولايك ويا ريت شير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.